رقم واحد النظام الغذائي. ممكن يكون إن انت ماشي بشكل عشوائي ومش عامل نظام غذائي محسوب السعرات، مش عارف احتياج جسمك من البروتين قد ايه والكربوهيدرات والدهون الصحية او يعني بشكل عام العناصر الغذائية اللي جسمك بيحتاجها مش محسوبة ومش عارف انت بتدخل لجسمك ايه، فده سبب من الاسباب اللي بتخليك مش بتشوف نتائج من التمرين بتاعك. رقم اتنين التمرين بدون راحة. ناس كتير بتكون في اول ما بتبدأ ان هي تروح الجيم او تتمرن وكده بيكون عندهم حماس زايد، فبيبقى عايز ان هو يروح يتمرن كل يوم او يعني عايز يتمرن مرتين في اليوم. طبعا الكلام ده خطأ تماما. لازم ان انت ترتاح فترة كويسة، يعني مش اقل من 8 ساعات علشان جسمك يبدأ ان هو يعمل ريكفري او استشفاء من التعب اللي حصل اثناء التمرين. رقم 3 التمرين. ممكن التمرين بتاعك يكون فيه اخطاء زي ان انت بتغير كل يوم